السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد سامي، والنهاردة هنعمل مراجعة لموبايل الواوي واي 5 2017. خليكم معانا. واي 5 2017 موبايل الفئة المتوسطة من واوي، وهو برضو الجهاز اللي في الوسط من سلسلة الواي، واللي هم واي 3 2017 والواي 7 برايم. تصميم الجهاز من الأمام ما جاش فيه حاجة جديدة، بحيث إنه جه شبه سلسلة الواي من السنة اللي فاتت، ولكن هنلاحظ وجود فلاش أمامي جنب الكاميرا الأمامية. من الخلف هنلاقي الظهر واللي جيب ملمس خشن أو مربعات صغيرة جدا بتديك ماسكة في الإيد مريحة، وكمان بتخليه ما يتزحلقش. وهنلاقي برضو الكاميرا واللي جت بدقة 8 ميجا بكسل، والدول ليد فلاش اللي جنب الكاميرا، ومن تحت فيه السماعات ومدخل الشاحن، ومن فوق فيه مدخل السماعات ال 3.5 مللي، ومن اليمين هنلاقي زراير التحكم في الصوت وزرار القفل، ومن الشمال هنلاقي زرار واللي سموه الايزي كي، وهو زرار اختصار واللي ممكن تبرمجه انه يعمل اي حاجه. يعني انا عامله مثلا بدوسه واحده ان هو يدخل على اليوتيوب، اما دوستين ورا بعض يفتح الفلاش الخلفي، اما لو دوست دوسه طويله هيفتح الكاميرا. تقدر تخصصه او تبرمجه على حسب ما انت عايز والتطبيقات اللي انت عايزها. اما الواي 5 2017 جاي بشاشه 5 بوصه بدقه اتش دي، واللي هي 1280 في 720، واللي ادتنا كثافه بكسلات 294 بكسل في كل بوصه. الكلام ده على شاشه 5 بوصه ما كانش وحش نهائي. وزي ما قلت في فتح الصندوق الجهاز واللي ممكن تتفرج عليه من الاي اللي فوق دي، ان الشاشه ادتني الوان كويسه جدا على الفئه السعريه بتاعت الجهاز، وما واجهتش معاها اي مشاكل من حيث توليد الشاشه للالوان وسطوعها. مش اقوى حاجه طبعا، ولكن بتقضي الغرض وزياده، ومش هتحس انها شاشه موبايل رخيص نهائي. سطوع الشاشه تحت اشعه الشمس جيد جدا، ولكن كنت اتمنى لو البرايتنس بيعلى اكتر من كده، ولكن على الفئه السعريه دي للجهاز ممتاز. الجهاز بيجي بمعالج او بروسيسور ميديا تك رباعي النواه بسرعه 1.4 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات او جي بي يو المسؤول عن الالعاب والجرافيكس من نوع مالي تي 720، وذاكره داخليه بسعه 16 جيجا، ورامات بسعه 2 جيجا. اداء الجهاز في اول ما مسكته كان بطيء الى حد ما، ولكن بعد ما نزلت عليه حاجتي واستخدمته لفتره بقى عادي جدا. مش عارف ليه الصراحه، بس الجهاز حاليا بعد ما نزلت عليه حاجتي بيدخل التطبيقات ويطلع ويدخل على حاجه تانية بسهوله جدا، وما لاحظتش فيه مع الاستخدام الطبيعي اللي هو فيسبوك وواتساب وجوجل كروم ويوتيوب، الحاجات الطبيعيه اليوميه بتاعتي، اي تهنيج. ولكن طبعا لو حملت على الجهاز اكتر من اللازم اعتقد انه مش هيدينا الاداء الكافي قوي، لان طبعا الفئه بتاعته مش مخصصه للاستخدام التقيل قوي، ولكن في الاستخدام اليومي جميل جدا وبيقضي الغرض زي مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والايميل وكده. يعني مش هتحس بتهنيج او اي حاجه. اداء معالج الرسوميات الخاص بالجرافيكس ابهرني الصراحه، لاني ما كنتش متوقع من جهاز في الفئه دي هيشغل العاب او اي حاجه، ولكن جربت عليه اسلوتو وبوليت فورس اشتغلوا على اعلى اعدادات للجرافيكس بكل سهوله. طبعا لاحظت ان في بطء في فتح اللعبه نفسها، ولكن جوه اللعبه ما لاحظتش فيه حاجه، وده اللي ابهرني الصراحه. حاجه كمان اني نزلت اسفلت 8، واللي المفروض انها تقريبا اتقل لعبه. اللعبه في القايمه بره كان باين عليها التهنيج، ولكن لما لعبت اتفاجئت بيها بلايبل جدا ومفيش اي تهنيج. والغريب اني لقيتها على اعلى اعدادات للجرافيكس، ولكن الجهاز وانا بلعب لاحظت ان جسمه بقى دافي شويه، وده طبيعي طبعا في الفئه السعريه دي، كتر الف خيره يعني. الكاميرا الخلفيه جت بدقه 8 ميجا بكسل بدول ليد للفلاش الخلفي، وفتحه عدسه 2.0. ادائها ما عجبنيش الصراحه، بحيث ان دقه الصوره كانت مش حلوه قوي. في ضوء النهار كانت طبيعيه جدا وما واجهتش معاها اي مشكله، الا مشكله انها 8 ميجا بكسل، فلما تعمل زوم الدقة بتروح، وده طبيعي. ولكن في الاندور او في الاماكن المغلقة لو مفيش نور في المكان الكاميرا ادائها مش هيبقى مرضي بالشكل المطلوب، بحيث ان هتلاقي نويز او جرين في الصورة جامد جدا، وهتبقى صعب انها تعمل فوكس. الا طبعا لو صورت بالفلاش هتطلع صورة طبيعية جدا ودقتها كويسة. عموما ما تستناش في الفئة السعرية دي كاميرا، لان مفيش في الفئة السعرية دي جهاز فيه كاميرا كويسة اصلا، ولكن احنا بنبص على احسن كاميرا في الفئة دي، فالكاميرا هتقضي الغرض اللي مطلوب منها، انها تصور، ولكن ما تستناش صور خرافية يعني. الكاميرا جت بدقة 5 ميجا بكسل بفلاش امامي وفتحة عدسة 2.2، واللي ادتني نفس اداء الكاميرا الخلفية، ولكن لو استخدمت الفلاش هتديك اداء كويس الى حد ما، مش احسن حاجة ولكن برضه هتقضي الغرض، وكويس انها جت بفلاش عشان تساعد
بتساعد اننا نصور في اماكن ضلمه، ولكن لو قفلت الفلاش الصبح هتديك اداء مرضي جدا، بالليل او اماكن ضلمه انت عارف الباقي. الجهاز جاي بسوفت وير اندرويد مارشميلو 6.0 بواجهه هواوي اللي هي الايموشن يو اي، واللي كنت اتمنى ان هو ينزل باندرويد نوجا عشان احنا في 2017 يعني، ولكن مش مهم بالنسبه لي قوي. بطاريه الواي 5 2017 بتيجي بسعه 3000 ملي امبير في الساعه، الكلام ده على شاشه 5 بوصه بدقه اتش دي، ادتني اداء ممتاز الصراحه. ادتني 5 ساعات من وقت عمل الشاشه و9 ساعات من وقت الجهاز ككل. في الفئه السعريه دي البطاريه ممتازه وهتقعد معاك، وبالذات لو مفعل وضع توفير الطاقة أو الباور سيفنج هتديك ضعف الأداء تقريبا، فالبطارية أدائها ممتاز ويعتمد عليها. الجهاز جاي بشريحتين 4G ومدخل ميموري كارد واللي منفصلين نهائي، يعني هتشغل الشريحتين والميموري كارد في نفس الوقت، واللي بيقبل لحد 128 جيجا، ودي ميزة كويسة جدا جدا. سماعات الجهاز ادتني أداء كويس جدا بالنسبة لسعره، وما فيهاش خروشة ولا حاجة، صوتها نقي وممتاز، ولكن مكانها ضايقني شوية، بحيث إني لو ماسك الموبايل في الوضع الأفقي بتفرج على فيديو أو بلعب إيدي بتكتم السماعات غصب عني. سماعات المكالمات برضو كان صوتها كويس ومسموع جدا، ومواجهتش معاها اي مشكلة، ولا هي ولا المايك بتاع الجهاز. تمام، بعد الكلام الكتير اللي احنا قلناه ده، هل تشتري الموبايل ده ولا لا؟ او هل لو انت معاك ال 2000 جنيه تشتري الموبايل ده ولا لا؟ انا منكرش ان في موبايلات كتير جدا في السوق بنفس سعر الجهاز اللي هو الواي 5 2017، ولكن امكانياتهم اقل. ولكن احنا دايما بنقترح موبايلات معروفة او ماركات معروفة زي سامسونج، هواوي، اتش تي سي وغيرها، عشان حاجة اسمها خدمة ما بعد البيع. خدمة ما بعد البيع اللي هي الضمان والصيانة وقطع الغيار وكمان الاكسسوارات وكمان الريسيل او اعادة بيع الجهاز، ان لو بعت الجهاز ما يقلش سعره عن الجديد بشكل اوفر قوي او بشكل كبير قوي. وده اللي انت هتلاقيها في موبايلات سامسونج، هواوي، سوني، الكلام ده كله. الريسيل بتاعه حلو جدا، الضمان بتاعهم بيدوك ضمان حقيقي، مش مجرد بس انها ورقه في العلبه ويقول لك ضمان وتروح التوكيل يقول لك لا احنا ما نعرفكش. لا، الكلام ده انت بتشتريه بفلوس فعلا. من الاخر يعني انت لو معاك 2000 جنيه وعايز موبايل محترم يعيش معاك كواليتي كويسه، يعيش معاك كويس، تدخل بيه على الفيسبوك وعلى الواتساب على اليوتيوب على الكلام ده كله، ما تستناش منه كاميرا كويسه للاسف يعني، بس بطاريته كويسه جدا، شاشته كويسه، فانصحك ان انت تجيب الواي 5 2017. موبايل كويس جدا، تحفظي بس الوحيد عليه ان الكاميرا الاماميه والخلفيه ما كانوش قد كده للاسف. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد من القناه. كان معكم محمد سامي في رعايه الله. السلام عليكم.